السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تريلر التاني لفيلم ذا فلاش القادم بعد أقل من شهر ونص. مش محتاجين ندي مقدمات كتير عشان نتفرج على التريلر مع بعض، فيلا بينا نبدأ بسم الله. I lost my parents. مايكل كيتون بيتكلم. اوكي، باتمان القديم. That pain made me who I am. اوكي، I spent a حادثة lifetime توماس ومارسا الشهيرة. right the wrongs of the past. As if fighting crime would bring my parents back. مايكل كيتون بالشعر الأبيض. You اوكي، actually did it. I can't imagine what you've been through. I love you, Monkey. ده صوت المباري Parents in one فلاش. day. I went back in time to face my parents. دي الحادثة. But instead, I completely broke the universe. التريلر لغاية دلوقتي دقيقة وجامد جدا. If you went back and changed the past, ده فلاش في الحادثة بتاعت جنرال زود. You changed your future. Do you know what this symbol stands for? Hope. شعر سوبرمان يعني الأمل. اوكي، I hope you like that. you want to get nuts? Let's get نعمل nuts. كده يا جدع. كده شكل مايكل كيتون حلو. I have to undo what I did. Scar, make us who you are. I'm about to go back and fix the next. انا مش قادر اقول ان انا ادخل واتفرج الصراحه. No matter what we do, سي جي حلو جدا جدا. نوبادي دايز ده اكيد قصده على امه. مايكل كيتون سوبرمان. Strap to your parachute. 15 يونيو. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف اعيده مرة تانية. تريلر حلو قوي يا جدعان، قوي 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 قوي. يستاهل انك تتفرج عليه اكتر من مرة. That pain لعب made على me who I am. الماضي بتاع باري الن، ولعب على الماضي بتاع بروس وين، سواء من الماضي او من الحاضر مايكل كيتون وبين Right the افليك. wrongs of the past. والفايب بتاع التريلر حلو قوي قوي. Fighting crime would bring my parents back. ومن خلال الاستعراض في البدايه واضح ان مايكل كيتون واخد الاهميه، مش كانه فيلم فلاش، ودي حاجه في التريلر ده بايعه صح. Can't imagine what you've been through. I love you, Monkey. اوكي، You lost both parents in one day. حادثه باري الشهيره ان هو خسر امه انها ماتت وابوه اتحبس بتهمه ان هو قتلها. But instead, I completely broke the universe. اوكي، حادثه متروبوليس مان اوف ستيل وبدله فلاش في حرب جنرال زود لكن مختلفه. You changed the future. Do you know what this symbol stands for? شعار الكار right? هوب. I will help you fight that. اوكي، You want to get nuts? ناتس ليتس جيت ناتس. Let's get nuts. شكله حلو. السي جي اي شكله حلو في دقيقة جدا، عكس المرة اللي فاتت كان في بعد التدقيقات حاجات مش حلوة لطيفة. I have to undo what I سمع الموسيقى وترابطها مع القصة بتبيع حلو. Make us who we are. I'm about to go back قلبي and والله fix قلبي قلبي. The Don't let perfect your Batman friends of all define time. you. اللقطة دي برضه مش لطيفة.
واخدين بالكم ان سوبر جيرل ما بتتراجعش عكس هنري كافيل سوبرمان. في لقطات معاد استخدامها حلو، مش بيحرق كتير. اتنين فلاش بس. ثلاث شعارات. Just drop to your parachutes. Where's yours? لقطة خفيفة حلوة. مش غرضها انها تقفل من التريلر الصراحة، لا لقطة حلوة. مش عارف اقول لك الصراحة، مش عارف اقول لك ايه. مفيش حاجة جديدة ممكن تضاف للقصة، يعني لو جيت لك من الشخصيات كلها دي كده الشخصية طبعا البطولة بتاعتها هو فيلم فلاش من بطولة ذا فلاش باري ارن ازرا ميلر. واضح ان هو رابط البلوت تويست بباتمان، عشان طبعا عندك باتمانين في الفيلم، والله اعلم في باتمان تاني بعد الكريديت سين او نهايه الفيلم ايا كان، يعني في باتمانين في الفيلم بشكل مؤكد رسمي. الباتمانين معانا بنربط البلوت تويست بموت توماس ومارسا وين، بموت ام باري الن وحبس ابوه. فبنربط الموضوع ده ان ما نخليش باري الن عامي ان هو يقدر يغير في الماضي ومش هيأثر على الحاضر. وواضح الكلام بين افلك يعني ان دوب اللي هو الاخطاء اللي اتعملت في الماضي ما تخليناش تصنع شخصيتنا في الوقت الحالي. طبعا بيقول لك الكلام ده بعد تطور شخصيه بين افلك بعد احداث باتمان في سوبرمان دون اوف جاستس، لان هو في الوقت بتاع الفيلم ده ساعة لما اتصدر من 6 سنين كان هو الهوية بتاعته ما يقدرش ينسى اللي حصل لأمه بعد مرور 20 سنة، وخصوصا من بعد الجوكر لما قتل ديك جريسون. فيعني ايه بيقول له الكلام بناء على خبرة. وعجبني جدا مايكل كيتون في التريلر ده. مايكل كيتون ظهر بقى كباتمان ليه هيبة شوية، يعني التريلر الأولاني كان الصراحة كرينجي، وقبل التريلر الأولاني كمان كان كرينجي جدا، خصوصا ان هو شارك في افلام زي بات جيرل وظهور كمان في اكوامان تو لاست كيندم. يعني اللقطات اللي بتنزل له كانت بتبقى كرينج جدا، ما تحسسكش بهيبه باتمان. دي مش هيبه باتمان اللي انا متعود عليها في باتمان انيميتد سيريز او جاستس ليج انيميتد سيريز، او حتى ما يتقارنش حتى بكريستيان بيل باتمان. دايما بالنسبه لي باتمان معضل كبير مرعب، نظراته كل حاجه. مقدر اللي عمله مايكل كيتون في البدايه ان هو خلى الافلام بتاعت الكوميك بوك تكون فيها نوع ما من الظلاميه في باتمان 1989 او حتى باتمان ريتيرنز في التسعينات، يعني حاجه مقدرها تماما. ولكن مش هو الباتمان البيرفكت في كل حاجه متقدمه، سواء عنصر تمثيلي او عنصر حتى شكليا او عنصر حتى في قوه في الكلام، عنصر الشكل محتاج تجميع وتوليفه كبيره. عشان كده بالنسبه لي باتمان بين افليك هو الافضل بالنسبه لي على مدار العصور بتاع باتمان كلها، حتى بقدوم روبرت باتسون في سلسله مات ريفز الاخيره. بين افليك الحوار بتاعه ما فيهوش جديد، نفس المشهد تقريبا، ولكن بس بيحاول يقول لك ان بيحاول يوعظ باري الن بشكل معين عشان ما يخلوش ان هو يغير في التايم لاين. والله اعلم الكلام ده قبل الحدث بتاع ان هو يسافر بالزمن ولا بعده، بس اعتقد هو بنسبه كبيره قبله، عشان كده راح يستشيره في البدايه، يعني ان هو قادر ان هو بروك ذا يونيفرس زي ما قال لك، يقدر يكسر اليونيفرس. واعتقد الكلام ممكن يودينا لسكه ان باتمان هيقول له على حدث النايت مير عشان تبقى مبرره لو انت بشكل مؤكد رسمي خلاص الريبوت هيتحصل يا جدعان. مع ان زاك سنايدر يعمل حاجه كمان يومين، بس مفيش امل 0%، يعني مفيش امل. الله اعلم الحدث ده خلاص هيقول لك بشكل رسمي انتهى السنايدر فيرس. والظهور الاخير طبعا للسوبر جيرل معانا، سوبر جيرل، وتشوف مدى عدم اللي هي مش قادره تستهون معاك زي سوبرمان هنري كافيل في مان اوف ستيل. ودي حاجه انا مش بقولك ان هي اقوى منه، بس اللي تقدم لك في سوبرمان يعني ان هو سوبرمان لازم يتعاطف مع اهل كوكبه. اي نعم في الاخر قتل جنرال زود، ولكن بعد ما كان محاولات مرارا وتكرار ان هو مش قادر يقتل اهل كوكبه. لكن سوبر جيرل واضح انها ما بتتعاطفش، واضح ان دي نسخه ضعيفه من جنرال زود يعني للامانه. برضو في احد اللقطات لما رجعنا لحرب متروبوليس مره اخرى كان في فلاش، ولكن بالبدله بتاعته. فلاش بالبدله بتاعته كانت بدله بدائيه نوعا ما، واللي متاكد معناه 2 فلاش حتى الان، 2 فلاش. واللي اعتقد بنسبه كبيره في فلاش تالت معانا، مش فلاش جراند جاستن بتاع السي دبليو اللي هيظهر ظهور شرفي، وده انا مؤكد رسميا ان هو ممكن يظهر، بجانب ان في كلام اصلا على فلاش التسعينات المسلسلات اللي زمان اتعملت يعني. فالظهور الشرفي ده بيبقى بيحل من حلاوه الفيلم الصراحه. لكن انا قصدي فلاش تالت يكون هو الفيلم بتاع الفيلم. اصل ايه الفيلم بتاع الفيلم؟ انت حددها كده، ايه الفيلم بتاع الفيلم؟ هل ممكن فلاش التاني ابو شعر طويل يقلب
بس قال لك نو بادي دايز، يعني قال لك في التريلر نو بادي دايز، هو مش عايز حد يموت. ممكن يقلب على فلاش التايم لاين الرئيسي عشان هو مثلا بعد ما يدرك الخطأ اللي قام بيه ان هو مثلا خلاص لا والدته لازم تموت هو هيتقبل الموضوع، فهو ممكن يقلب عليه لعل وعسى. بس انا نظريتي والتريلر الاولاني اقول لا في فلاش ثالث، بجانب بعض اللقطات بتقول في فلاش ثالث، مع ان البدله بتاعته الصراحه يعني بتاعت الفلاش الثاني انا عارف ان انت دلوقتي تهت مني، شكلها سخيف جدا وطفولي. بس ده الكلام اللي ممكن اقوله لك عشان ما فيش اي حاجه جديده يعني ما تخليك تتكلم عليها. كل اللقطات معاد استخدامها او في ثانيتين ثلاثه مضاف عليها، ودي حاجه عجباني. مفيش حرق لغايه دلوقتي في اي حاجه، مفيش حرق في اي حاجه، ودي حاجه مش معود عليها في افلام دي سي. شئت ام ابيت دي سي دايما بتحرق، بدايه من باتمان في سوبرمان وزاك سنايدر جاستس ليج والجاستس ليج واتدمرت وسوسايد سكواد، كل اللي انت عايز تقوله من هنا للصبح. الافلام دايما بتتحرق، عشان كده بيستغربوا في الاخر هو ليه الافلام ما بتجيبش ايرادات. يعني صباح الفل، مارفل دي بتعمل تريلر لافلام وبتجيب فلوس، والافلام ذات نفسها تبقى عامله زي كده ايه، القطه الجعانه حرفيا. ولكن الافلام دي والفيلم ده بيتقال عليه كلام حلو جدا. سيبك من ديفيد زاسلف رئيس الشركه، ارميه على جنب، يعني اي حد او حتى جيمس جان ارمي الكلام ده كله على جنب. يعني اي حد مسؤول عن حاجه هيعظم فيها حتى لو هيعظم فيها شويه، ولكن الكلام من الناس اللي بره، يعني الناس النقاد اللي شافوا الفيلم وادوا جايزه للمخرج بتاع الفيلم، مش بس ايه هو تيست سكرين على الماشي توم كروز. ناس كتير بتمدح الفيلم، ودلوقتي التريلر نازل معانا في سينما كون. يعني لعل وعسى انا في الاول وفي الاخر عايز افلام حلوه مش اكتر ولا اقل. انا عارف ان انا عايز السنايدر فيرس، عايز النايت مير، عايز كل الكلام ده بشكل بفوق ما انت تتصوره، ولكن في الاول وفي الاخر لازم اتقبل الامر الواقع. وزاك سنايدر هيطلع بعد كام يوم الله اعلم، في اواخر شهر ابريل 28 29 30 ممكن يقول لك يا جماعه اللي هيحصل في فيلم فلاش هيرمي العالم بتاعنا في حته معينه، وجيمس جان هيكمل من طريق مختلف، ولعل وعسى الفلوس ممكن او ينتج بشكل مختلف للسنايدر فيرس. الكلام ده مش مديله 1% امل، بس انا بقول لك يعني قال لك وخلاص السنايدر فيرس انتهى. كان بقت رحله جميله يا ساده ب3 افلام بعالم كان ممكن يكون افضل من كده. الصراحه ما عنديش امل ان حتى لو فيلم سوبرمان ليجاسي فشل في 2025 ان السنايدر فيرس يرجع، هيكون الممثلين كبروا سنتين برضو، ما عندهمش امل، ما عندهمش كلمه وثقه في الشركه. يعني الموضوع صعب جدا لو انت ما حسمتوش من دلوقتي. حسمته من دلوقتي كان بيه خلاص الموضوع انتهى. بس لكن مش هتقول لي بقى استنى 2025 وفيلم سوبرمان ليجاسي ينزل وبعد ما الريبوت يكون حصل ومشاكل كتير ممكن يحصل، والله اعلم هيمد بعمرنا وعمر الناس اللي هتشتغل في الافلام دي ولا لا. فالموضوع صعب وخلاص نتقبل الامر الواقع، والريبوت حصل وفيلم فلاش قادم في 15 يونيو 2023. اعتقد اهم واكتر، وهو الفيلم الوحيد في السوبر هيرو في السنه. غير كده انت عندك الافلام في المجالات التانية وفي الفئات التانية، مفيش فيلم سوبر هيرو تاني ممكن يكون منتظر غير لو جارديان اوف جالاكسي عمل مفاجاه حلوه بس شويه. غير كده خلاص الموضوع كان بس محطوط امال على انت مان اند واسب كوانتم، غير كده كله في الحديد. وبس كده يا مشاهدين، ده كان كل اللي عندي النهارده. اتمنى فيك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، مش شوفنا وتشجر سباق السباق الجديد. في النهايه كان معاك من محمد، اشوفك الفيديو الجايه، سلام.